بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإخوة المنابر الإعلامية على هذه الاستضافة هذه. كما شفتوا المقابلة مقابلة من المستوى العالي جدا. نظن بأنه قدمنا طبق كروي يليق بهذا الجمهور الرائع ديال فريق الدريوش. الجمهور في الحقيقة اللي حسينا بالدفء ديالو اليوم، نشكرهم بزاف لأن كانوا السند ديالنا وحسينا بهم وعاونونا صراحة. الجمهور ديالنا جمهور عظيم صراحة، الجمهور ديال الدريوش. كل ما لقى كرة القدم جميلة، كل ما لقى كرة قدم حديثة، والا كيحضر بكثافه اليوم، برغم بانه جمهور ممتاز، جمهور حضاري بدون شغب. فريق بجعت فريق ممتاز ايضا، ضم فريق منظم ممتاز. فريق يستحق هذه المرتبه اللي شفنا. كنشكر اللاعبين ديالي اللي في الحقيقه قدموا مباراه ممتازه وكانوا عازمين انهم يديروا هذه النتيجه هذه، فكل الثناء لهم. والشكر الجزيل ايضا للجنود الخفاء من المكتب المسير اللي كيشتغلوا ليل ونهار، اللي كيوفر لنا جميع الظروف. اعتقد انه نتيجه مستحقه. مره اخرى كنشيد الجمهور ديالنا وكنقول لهم حنا على موعد ان شاء الله هذا الموسم على نتائج ان شاء الله باهره. غادي نحاولوا نزيدوا نشتغلوا ونزيدوا نجتهدوا اكثر. شكرا للاعبين. اللاعبين ما عندي باش نشكرهم صراحه، انهم رجال كل مره كيبرهنوا بانه وليدات الناس كما كنقولوا، كيقدموا مباريات مزيانه. الدورات المتبقيه غادي نحاولوا ان شاء الله، غادي نلعبوا مقابله ورا مقابله. باقي 30 نقطه ان شاء الله، غادي يكون عندنا واحد التخطيط ان شاء الله معين. نديروا جلسه مع المكتب المسير ان شاء الله. البرنامج اللي عندنا برنامج ممتاز جدا، ان العدد المقابلات اللي غادي نلعبوا داخل الميدان، وخاصه غادي ندخلوا المنافس اللي هو اجاكس طنجه. نحاولوا ان شاء الله نبحثوا على النقاط خارج الميدان. لما لا ان شاء الله نجيبوا النقاط من برا ان شاء الله. وبالتالي جميع الاحتمالات وارده، الوفاء يستحق كل خير هذه السنه هذه.